كتبت قصيدة غزلية وكان في من ضمنها البيت اللي يقول كان هند العود معطيها وكالة. سعد بن جدال أعطاني درس ذاك اليوم، كان يقدر يرفض يقول لا منو هذا صغير لما ما أبي أشارك وياه. أقسم بالله العظيم والذي نفسي بيده ما في شيء بالدنيا تمنيته ما حصل. لمن تعتذر يا أبو فهد؟ أنا كفيصل عندي تجربتي الشخصية، ولما أكتب حطها بين قوسين أنا ما أسعى أرضي أحد. الله. الرزق مو بشرط إنه يكون فلوس، الصديق الطيب رزق. إحنا ضيوف الأرض، ما إحنا معازيب، أيام معدودة وتطوى الرواية. الله، أيام معدودة وتطوى الرواية. يلا بحسن الخاتمة. نرحب بكم مجددا. اليوم الضيف ضيف مختلف جدا، شاعر جميل ومتكلم أجمل، ونتشرف جدا بالمبدع فيصل العدواني. يا مرحبا ومسهلا أبو فهد. يا مرحبا بك أبو أصيل، الساعة المباركة شوفتك. والله أبو فهد أنا سعيد جدا. الله يحفظك. وانتظرت هذا اللقاء بفارغ الصبر، وأنت مشكور وتروح وتجي وشرفتنا. أنا أشكرك والله يا حبيبي. أنا أشكرك جدا على هذه الدعوة الكريمة، وأشكرك جدا على تفاهم الظروف اللي مرنا فيها يمكن أكثر من مرة، لأنك تضيف لنا وجودك. الله يجزاك خير. بالعكس أنا اللي مستانس وفرحان ومتشرف في وجودي وياك اليوم إن شاء الله. حبيب قلبي، ما شاء الله أنت مشوارك طويل، الواحد ما يدري من نبدأ، وفي أسئلة تقليدية جدا نبدأ من البدايات. دائما هذا السؤال غير مرغوب، لكن أنا حاب أني أخذ جزء من طفولة فيصل العدواني. مستشفى الصباح وذكرياته وبداية الطفولة، من هنا انطلقت. شوف خليني أقول لك شغلة. مستشفى الصباح هو مكتوب في ويكيبيديا في جوجل، لما تبحث عني راح يطلع لك أنه ولد في مستشفى الصباح وكذا. نعم. أنا نفسي والله ما كنت أدري وين ولدت بصراحة. يا سلام. والله كلام. فأنا أستغرب إنه اللي مكتوب إنه أنا ولدت في مستشفى الصباح، قد يكون. فرحت سألت والدتي، قالت أنت ولدت في مركز صحي، والمركز الصحي هذا أصلا مش موجود حاليا في الكويت. راحت أيام هذا. أنا ولدت في مركز صحي طبعا، أنا قال السنة طبعا بدون ذكر السنة. لكن ما كنت في مستشفى الصباح. اللي أكد لك أنا ما كنت في مستشفى الصباح. بعض المعلومات اللي موجودة في الإنترنت زين الواحد يبحث عنها أو شيء، هي مو دقيقة حيل، يعني مش دقيقة جدا. يعني بعضهم حتى كاتبين أن أنا كنت لاعب كرة، هم مازجين بيني وبين أحد أبناء الجماعة اسمه فيصل كذلك يلعب كرة قدم، فالبعضهم يقول كنت لاعب، يعتقد أني أنا كنت لاعب. يا ريت أنا ما أعرف أركض حتى مسافة 200 متر يعني بدون ما أفح ولا هذا. ليش يا ريت أنت شاعر؟ شو الشعر بعد أفضل. أنا عندي أنت لو تخيرني بين الشعر والرياضة تقول هل أنت تكون رياضي ولا لاعب كرة قدم أو شاعر؟ أقول لا أكيد راح أكون شاعر أفضل. طيب لو ما كنت شاعر فيصل شو كنت راح تكون؟ شو تحب تكون؟ والله أعتقد أن الشعر هو الشعر الشعر بالنسبة لي هو يعني متنفس. إذا أنا مش شاعر يعني أتصور أن راح يكون عندي مشكلة نفسية، يمكن راح يكون الشعر بمثابة يعني مرهم لقلقي، مرهم حتى لو جرحي، مرهم لضغوطات الحياة اللي أمر فيها بحياتي. نعم. فسبحان الله يعني هو متنفس كبير بالنسبة لي. أتذكر والدي الله يرحمه رحمة الله عليه وما علمني أنا شاعر أو أنه استشعر أني أنا أكون شاعر. هو اللي اكتشفك بداية؟ طبعا أنا تلمذت عليه. أنا بديت حافظ للشعر وأنا طفل صغير، وبعدين كتبت القصيدة اللي تمثلني أنا كشاعر وأنا صغير كذلك. فجيت كنت أسمعه وهذا، لما استمع لي وهذا وعرف يوم من الأيام أني أنا شاعر أو أيقن أن أنا عندي ملكة الشعر، فبعث لي برسالة يعني بقصيدة. طبعا القصيدة قديمة جدا، وبعدين أنا رديت عليه بقصيدة مجارة جاريتها في القصيدة هذه. فقال لي كلمة، قال لي مبروك عليك صاحبك الجديد، صديقك الجديد. أي والله. يا سلام على وصف جميل. من هو صاحب الجديد؟ قال الشعر. قال الشعر راح تفضفض له، راح تسولف له. طبعا أبو أصيل أنت شاعر، فالجميل أن يحاورك شاعر فيفهمك وش راح تقول أو تبي توصل في الموضوع. الشعر أنت يوم من أيام تكون مثلا ماسك خط 200 300 كيلو 1000 كيلو، ما أنت بحاجة أحد يكون وياك أبدا. صح ولا لا؟ صح. أبدا ما أنت بحاجة أحد يكون وياك. أنت تاخذ بيت هذا وارد وهذا شارد وهذا جايبه وهذا رايح وهذا سبحان الله، تقول رجل يسولف معه كأنه كائن حي متواجد معه. نعم. وتكلمه وتخاطبه وتعاتبه ويعاتبك وتألمه ويألمك. ففي حركة الشعر فيه روح، كأنه شخص حي
يا سلام. بعكس اي ملكه ثانيه من الملكات اللي ياخذها. يعني اقول لك الرسام ما راح يمشي بلوحته، اما انت هذا صاحبك صحيح. وياك قبل النوم يسهرك، ما يخليك تنام. نعم. اذا عنده سوالف هو الشعر ما يخليك تنام، انت ادرى بالموضوع. يصدق لك دائما. هل هو صاحب صادق ولا مرات يعيشك خيالات بعيده عن الواقع؟ هو اجمل ما فيه انه يعيشك الواقع ويعيشك الخيال. الشعر بامكانه يعيشك الواقع ويشرح لك الواقع، وبامكانه ياخذك معاه ويسرح معك في خيال جميل جدا. هو الهروب من الواقع. اعتقد ان الشعر انه هو هروب من الواقع. تلقى احنا مرات يعني كنت غضبان، كون هي طاقه وهي وقود. الشعر وقود. نعم. يجيك بفرح، يجيك بغضب، يجيك بحزن. صح، حاله شعوريه. فانت تترجم هذا وقوده، وهذا اللي يحرك الشعر معك. فانت الحين تترجم، تقدر ممكن يكون واحد مزعلك لكن ما تطلع قصيده هجاء، تطلع قصيده غزل، لانه هو عندك وقود. عندك وقود وعندك طاقه تكتب. فتهرب من هذا بهذا، تهرب من العالم اللي انت مو عاجبك اليوم، تهرب الى العالم انت يعجبك اكثر. يا سلام. بما أن دخلنا في مفهوم الشعر من البدايه ابو فهد، فخليني اسالك سؤال. الشعر بين مفهومه في السابق والآن هل تغير؟ يعني في بداياتك وش كان يعني لك الشعر، والآن بعد هذا التجربة الناضجة الطويلة وش صار يعني لك الشعر؟ ما زال نفس المعنى أو اختلفت الرؤية للشعر من زوايا مختلفة؟ في بدايات خليني أقول لك شغلة. الشعر كان بالبدايات اللي كان شغف وطموح. هذا اللي كنت أشوف الشعر نوع شغف وطموح. لكن الحين أنا في هذا يعني بعد التجربة الكبيرة من سنة 97 أو ظهور إعلامي إلى حد وقتنا الحالي، تكلم عن تقريبا عن كم سنة؟ 28 سنة تقريبا، أو يعني تقريبا. نعم. فزمان كان شغف وطموح. حاليا الشعر لا. حاليا الشعر نفس ما قلت لك هو صاحب الوقور، له وقره، له وقاره. عندي أصبح السلام. ما صرت اني اقدر قبل كنت اكتب القصيده لمجرد اني اكتب القصيده. السلام. اكون متواجد. حاليا انا حشمه اكتب القصيده اذا هو يبي يعطيني القصيده. الشعر اذا الهامي وهاجسي بيعطيني القصيده كان بها، اذا ما يبي يعطيني القصيده ما اجبره. يعني كنت تبحث عن القصيده في البدايه، الان القصيده تبحث عنك. انا اقول من اول وانا صغير على طاري الكلمه هذه اللي يقول يا حمود ما والله كتبت الشعر كيف هم اللي جابي قلت اعبره بابيات. الله. شعري وانا خابره ما خالط الزيف وما قد عصاني يوم انا قلت لها هات. كانه يصرف عني الهم تصريف والقى بحروفه ضربت لي وسجات، وكان لي هاجة بصدري عواصيف يقطع بي اميال الفكر والمسافات. مجنون يرقب الضلوع المهاديف صاحي وله في عالم العقل بصمات لين يقول سهل صعب به جد وانواع تخريف لين وقاسي ما حصل فيه ميلات لا ما تكلف في حروفه تكاليف يجيبها وجي على كيف ما جات. كم مرة جيت من الهم والهيف وكم زارني مرة ومرها ومرات يا حمود ما والله كتبت الشعر كيف الشعر يكتبني يا قلت له هات. الله. فنفس الكلمة هذه سبحان الله هي جسمي أنا الحين. أنا سألتك السؤال أخوي أبو فهد لأني تعرف أخ عزيز ومتابع ومعجب في شعرك من زمان. الله يحفظك. يعلمونها المشاهدين. الله يطول عمرك. على أخوة وعلى صفانية. الله يا حبيب قلبي. فمن متابعتي لك في البدايات كانت أكثر قصائدك تتجه للغزل والغراميات. الفترة الأخيرة شوف أبو فهد قام ماخذ دور الناصح، اتجه للحكمة للنصح. هي علامة كبر ولا والله تقدر تقول ايه. شوف وصيد ابوي الله يرحمه يقول التحدى الكبر والكبر متحدي عقلك ثناك بعقال القعودي. الله. فيكلم صاحب يقول جعل يسقى يوم شوفك مجرى هدي زايد نشوفك على شوف الجرودي. فالكبر ما حد يتحداه والسنين تمشي ماضية. أجمل شيء إن الواحد يكون شبابه في قلبه. هذا واحد. لما كنت أكتب الغزل قبل وهذا لكل فئة عمرية أنا أعتقد إنها له زاوتها. أنا لو أجي أنصح قبل 27 سنة وأكتب قصائد نصيحة وهذا جمهور اللي كانوا وياي كان من سني وأنزل بالعشرينات وهذا ما راح يصدقها. ما راح يصدقها. مو مقبولة منه أصلا. مش تجربتك بالحياة أنت عشان تقدر تتكلم وتقول حق هذا أو لا تسوي كذا ولا تسوي كذا وافعل أو ما أدري إيش. مش مقبولة منك. ما عندك تجربة كبيرة في الحياة. فلذلك كان الغزل هو السائد في صدري وفي قلبي وفي عقلي. فاهم شلون؟ ضابط إن الجمهور كان من سني يتقبل الغزل. لكن مع العمر زين هذا شيء طبيعي إني أكون عندي تجربة في الحياة. شيء طبيعي إني أنا جربت في الحياة بواجد شغلات فعندي الحين مخزون وعندي تجاربي الخاصة فأتكلم عنها. فتوجهت للنصيحة لأني أنا شفت نفسي إني أنا في سن يعني وحتى الناس حتى الجمهور اللي كانوا كبري كبروا وياي. في بعضهم خلنا أقول لك على الطاري بعضهم يقول لك وينك فيصل. خلنا أقول لكم السؤال بالضحك.
اول ما بدينا السوشيال ميديا تقريبا كان قبل 12 سنه تقريبا، اول ما بدا الانستغرام نعم تقريبا 2014 صحيح. 2014 تقريبا، صح 2014 بعدها نعم ظهر السوشيال ميديا تقريبا 2014 يعني قبل 12 سنه. قبل 12 سنه لما كنت اسوي القصيده كانت تضرب ترند على طول، نعم وتروح وتداولونها الناس، وهذا وقصيده هي شكل معين، والمصممين اللي بالهذا ياخذونها ويشتغلون ويشتغلون بشكل، عليها. وهذا صممها بشكل، وهذا صممها بشكل. صح. فصار في نوع من الصداقات بيني وبين كم مصممين من مصممين السوشيال ميديا. يا سلام. اوكي، المهم راحت الايام ولا زلت اكتب هذا. جاء خف الوهج هذا، خف، ما في ناس تسوي نفس الطريقه، وهذا خف اشتغل لك اي، لان الجمهور نفسه اللي كانوا يصممون كبروا، والناس غير. هذول كبروا وياي، جمهور كبر وياي. جيت ابو اصيل، كان عندي قصيده جدا جميله، فقلت انا بسوي لها تصميم. اتصلت باحد المصممين القدام، مرحبا فلان، ما صدق، هلا يا ابو فهد، يا مرحبا فيك، وكيف الحال؟ قلت هلا فيك، قلت انا عندي قصيده ابيك تصممها. ايش قال؟ ابو فهد انا البرامج اللي تسوي تصاميمها راميها يمكن فوق 10 سنين، انا شيبت ويني، انا عندي عيال وعندي عندي التزامات كبيره يا ابو فهد، فاعذرني ابو فهد، والله ما اقدر اسوي يعني، ولا اقول لك خليني اسوي لك اياها. لما سواها حتى سواها تركيبه شيبان ما هي مضبوطه حيل، فاهم شلون؟ الله يجزاك خير. انا اقول في قصيده يقول تكبر ملامحنا، اي الله هالقصيده هاي، يقول تكبر ملامحنا ويظهر بنا الشيب، الله تكبر ملامحنا ويظهر بنا الشيب، وتحكي تجاعيد الزمان المرايا، الله نفرح بها ما هي على منبت العيب، على النقابانة وبيض النوايا، الله زادت وزدنا بالعمر زود تهذيب، يا سلام. والناظرة الدنيا بشتى الزوايا، أصبحنا أجمل في رضانا عن الريب، ولحظاتنا الحلوة هي أغلى الهدايا، الله معاد تغرينا بروق الأكاذيب، وأما صفات الذهن هذه حكاية، صرنا نتغافل لا لمحنا العذاريب، في زلة المخطي وحمق الرداية، الله. وما نحمل، يقول ما نحمل الشرع بصدر الأصاحيب، الكامل الله ما خذينا الوصايا، نمشي مع الطيب على الطيب ونطيب، وتبقى شبايبنا بوسط الحنايا، الله. ما أقول ما سوى الزمان التعاجيب، سوى وسوينا عليه السوايا، احنا ضيوف الأرض محنا معازيب، أيام معدودة وتطوى الرواية. الله، أيام معدودة وتطوى، يلا بحسن الخاتمة. أيوة. عاد على طاري العمر، فجعتنا منظمة الصحة العالمية قبل كم من يوم مصنفين مواليد 80 من كبار السن. ما شفت الخبر؟ والله شوف، ما فجعونا ذولا، أقول ما لحقت الكبر ولا لحقك، لاحقك بيصنفون اللجنة اللي ما يقولون بس. تتفق معهم ان صرنا شياب مواليد الثمانينات؟ شوف اقول لك شغله، ممكن يكون عمرك 90 سنه لكنك انت تعيش بروح 30 سنه، وممكن يكون عمرك 30 سنه وتعيش بروح 50 60 70 سنه. العمر ما يقاس في انت هذا، بالعكس النضج يقاس. انا اقول يعني انت تنقد على واحد لما يكون عمره 80 ولا عمره 50 ولا عمره 70 ولا عمره 60 وتلقى يسوي حركات طفوليه، يعني هذا بتنقد عليه. صح ولا لا؟ صحيح. ايه، اما لما يكون مثلا واحد متشبب نوعا ما، انا ما اقول متشبب انه يلقاك في المول قاعد لا طبعا تدوج، يعني ما هو مكانك، يعني ما هو المكان اللي انت تدخله، فاهم ما يناسبك. ايه، فانا اقول ان الانسان هو اللي يعرف نفسه، والانسان لازم يكون عنده تركيبه خاصه فيه. نضجه شيء مهم، النضج اصلا لو تفهم عدل راح يطلع شيء جميل جدا طبعا. صح. وانت اصلا بقول لك شيء، يعني الحين ما صرت اتعب نفسي في اماكن انا ما بيت، يعني كنت اتعب فيها يعني سابقا، صح. صرت انا عارف الوضع كله، خلاص انا عرفت الدنيا مخراجها ومدخلها. قبل احنا نسولف ويا شياب، هم شياب، كنت اسولف ويا ابوي ولا كلمتين ولا ثلاث، ايش يقول لي لا كنت اعتقد انا بنفسي اني انا اذكى من ابوي. تمر هاي الفتره. نعم. تقول ابويا دقه قديمه، لحد الحين الدنيا تغيرت، الدنيا ما تغيرت والله نفسها، الناس ما يتغيرون، نفسهم ترى. صاحب الخبز صاحب الخبز، والصاحب الطيب صاحب الطيب، والبخيل بخيل، والكريم كريم، والدنيا هذه المجموعه هذه هو يعطيك تجربه ويقول لك يا ابن الحلال خذها مجانيه، وبعضهم يرفضها، لكن مع الايام تدري ان كل شيء كان يقوله هو صحيح. فاذا الدنيا تعيد نفسها والزمان يعيد نفسه في كل مكان. يا سلام. انت فتره حرمتنا من هذا الابداع والجمال وانقطعت حوالي 5 سنوات تقريبا، كان هذا هروب من الشعر ولا هروب للذات؟ لا انا بقول شيء، هو سبق ان انقطعت تقريبا 5 إلى 7 سنوات اعتقد، والله ما ادري. تكلمت عن الموضوع هذا، يعني شوف انا اقول في قصيده
وأنا بشر خلقه ضعيف وكل هم لاوية. الله. بشر، أنت بشر، بالتالي لك طاقات معينة، لك نفسية متقلبة، لك يعني روحك، فاهم شلون؟ مرات أنت تجابه الدنيا كلها، ومرات ما فيك أنك تجابه الدنيا كلها، ومرات تحب شيء ومرات تكره شيء. أنا صديت لي ظروف معينة كانت مع والدتي بصراحة، يعني طويلة السالفة، فاهم شلون؟ يعني والدي مر في مرض وقعدت أنا وياه وإحنا توفى، الله يرحمه، توفى بين يديني، توفى بين يديني، وبعد ما نطق الشهادة مرتين، اللهم لك الحمد. ماجور، اللهم لك الحمد. الله يجزاك ماجور إن شاء الله، والله إن شاء الله. يعني هذه كان في شغلات أهم من الشعر عندي طبعا، أولويات عندي أهم من الشعر. حتى طبعاً. أتذكر كتبت اللي يقول كنا بلندن، اللي يقول مساءك ورد، هذا آخر قصيدة سويتها أتذكر، وبعدين انقطعت فترة طويلة. مساءك ورد يا أجمل عباد الله والعالم. والله هي كانت للوالد. مساءك اللي يقول حس البرد في لندن يطول ليلها المغبون، وحس الحزن يتسلل من الشباك لأعماقي. تكلم غزلية، يقول ترى لا زارني طيفك بوحشة ليلي المسكون، أضم حيل بجفوني وحسه داخل أحداقي، ولا من قال ضايقتك أردد لا تخاف تمون، أبيك أكثر تلامسني وبطفي منك أشواقي. بحس الهم يتساقط على غصون العناء ويهون علي البعد والغربة، وجدد فيك ميثاقي أمانة، كل ما جتني من الضيقة أسى وطعون، تعال الحق علي تكفى مدام إن الغلا باقي. الله. آخر قصيدة والله ناسي. صح الله لسانك، جميل. زمان هذه. حتى الحقبة هذا، شوف بقولك شغلة، يعني قصيدة أبوي مرثيتي في أبوي ما أحفظها عدل، القصيدة هذه ما أحفظها عدل. ليه؟ أبنسى الحقبة هذه، مو بنساها يعني كثر ما هي، أبنسى ألمها اللي كنت أمر فيه، فاهم شلون؟ وبتخطى أحيانا ذاك ما أحفظها عدل يعني. صادق. أحيانا أبو فهد الشاعر يقول اللي يحفظه، مع أن أحيانا أجمل قصائده لأنها ما حفظها ما وصلها للناس. عندك الحالة؟ يعني أحيانا أنا أضطر أجي في لقاء فأضطر أقول الشيء اللي حافظه، رغم أني لما أرجع لدفاتري أجمل قصائدي ما وصلت للناس لأني مش حافظها. صايرة معك الحالة؟ أنا أقول أنا أختلف معك جدا. أجمل قصائدك اللي راح تحفظها، قصيدة الجميلة للناس الثانيين أنت تحفظ. أنا إذا عجبتني قصيدة حتى لشاعر آخر أحفظها، بدري ليش؟ لأن عجبتني، دخلت مزاجي، دخلت قلبي. القصيدة اللي أنا ما أحفظها، القصيدة اللي أنا مش يعني بعد ما انتهت القصيدة، أنت تعرف شاعر طبعا، بعد ما تنتهي القصيدة أنت تبدأ القصيدة أساسا بدون ما تحدد وزنها، بدون ما تحدد قافيتها، بدون ما تحدد موضوعها. بيت يطلع معاك وتكمله، وين رايح البيت وش تبي تسترسل فيه ما تدري، كله في المجهول. لما تكتمل القصيدة كاملة لوحتها كلها تكتمل قدامك، مرات تعجبك وتتفاخر فيها، ومرات تحس انها فيها ربكة، خلنا أغير، خلنا أنقح عن كذا، صح ولا لا؟ صحيح. هذه القصيدة اللي أنا أشك فيها أني أحفظها بصراحة. والقصائد اللي أحفظها زين هي القصائد اللي دخلت مزاجي وعبرت عني صح. لذلك أول ما خلص القصيدة اللي كان حافظها تقريبا. الله. إيه. زين أبو فهد، أنت لك مرتبط بالبراندات قصيدك في لهن قصة؟ لا مش البراندات. يعني لما تدخل مثلا أنت ظاهر داخل حساب الانستغرام شفت البراندات مثبتهم فوق. أول شيء هذا أنا شيء أستانس عليه، هو مثل روز رايز لما اتصلوا مثلا وهذا وقالوا إن نبي قصيدة نوع معين من روز رايز الدون بينزل، فقالوا بنزل قصيدة. فتبي بصراحة لما جت الفكرة هذه وكلموني شركة روز رايز، يعني يبون قصيدة تنزل كدعاية على روز رايز ترويجية، ونزلوها في يعني في الشرق الأوسط كلها روز رايز. يا سلام. فكنت يعني أنا تفاخرت لأن الشعر الشعبي قادر يكون يعني عالمي، وقادر إنه يكون يعني يسوي براندنج، فاهم شلون؟ فسويت القصيدة ونزلوها على مستوى الشرق الأوسط، وبعدين بعدين جونا شركة دي ميلانو، شركة الساعات الإيطالية، كذلك قالوا نبي قصيدة أو نبي يعني ساعة إصدار خاص 300 ساعة توزع على العالم هدايا. هي توزع، لا هي بيع جزء منها وجزء منها أهدوا الظاهر. فقالوا نبي هنا كذلك من الصحراء وكذلك أن تكون، واختاروني إني أنا أقدمها أبيات، وشرطت عليهم أن يطبعون اسمي من وراء، فطبعوا حتى اسمي من وراء عليها، من وراء الساعة مكتوب دي ميلانو ضرب فيصل عدواني. تذكر الأبيات اللي كتبتها في الساعة؟ كتبت بيتين اللي يقول على شانك ضبطت الوقت ولا قبل لحظة التأخير، الله، وثوان العمر ما تحسب إذا ما هي على شانك، مثلا يا أكثر شخص إذا شفته أحس أن الزمان بخير، وأحس أن الوفاة ثمرة وأنا أقطفها
من أغصانك. الله. فنزلوها بباكيت جميل وهذا وراحت. وبعدين عاد جت يعني جت عطور هند العود. جاء محمد هلال، كابتن محمد هلال حي من خلال مرسل. محمد هلال صديق وأعزه جدا. كتبت قصيدة غزلية وكان فيه من ضمنها البيت اللي يقول كان هند العود معطيها وكالة. الله. يقول سيدتها الحسن من الآلة وحدها من زعزعت بي كبريائي. الله. حملت عيني بشوفتها جماله واستثارت ألف شعري لين يائي. الله. أقبلت مثل المتيم في وصاله تجمع الجرأة مع الوجه الحيائي. مشيها الهادي يباغتك بعجاله وتدرك الإحساس بالقطب الثنائي. معجزة وقرب عليها الاستحالة ما وصفها الشعر والنص الروائي. كان هند العود معطيها وكالة. الله. عطرها تلخيص معنى الانتقائي وكأنها ترسل إلى العالم رسالة ما حد قدمي ولا بحد ورائي. واصبحت مقياس نقدر من خلاله نضبط المعيار للزين النسائي. سيدتها الحسن يا الحسن وكماله في حضورك طاب بالسهرة مسائي. الله الله. محمد استوحى من هذه القصيدة عطور، سمى واحد ألفي وسمى الثاني يائي ونزلها. والله أنا أقول لك صراحة من أجمل العطور اللي أنا حبيتها. يا سلام. حتى شكرت محمد قلت له صراحة أنا ما تصورت أنك راح تصممها. قال أخذتها واستوحيتها من قصيدتك. الله الله. يستاهل محمد الدعاية الحلوة. بس الجميل أن الشعر أو الشاعر الشعبي على قولتهم مثل تسميه أو الشاعر النبطي قادر يكون يوم من الأيام إنه وجه إعلامي في براندات عالمية وقادر إنه يعني يكسر الحاجز هذا. طبعا. فالبعض يعتقد أن هذا الشيء أو الشعر الشعبي خاص في البادية فقط لا غير. لا، هو خرج عن البادية والسوالف. ذكرتني أبو فهد، هنا واحد من شاعر الجزيرة علي بن محمد القحطاني الله يحفظه، كان مسوي مستشفى وسوى المستشفى ما كان شغال، يعني كان مسوي عنده مشروع مستشفى وما كان فيه شغال. هم تعرف شاعر الجزيرة ما شاء الله اسمها اي صحيح. فعمل قصيدة للأسف ما تحضرن أبياتها، بس يوصف انه قابل محبوبته في مستشفى كذا وسمى المستشفى في مستشفى كذا. ذكاء هذا تسويق. ايه. والقصيدة ضربت ترند من ثاني يوم المستشفى متروس ترس على ضوء هذا المستشفى اللي شاعر الجزيرة حصل محبوبته فيه، فصار دخل حتى في مجال التسويق على طاري البرندات أبو فهد، الشعر والحياة، هل الشعر ياخذ الإنسان من حياته من مستقبله؟ هل الشعر ينفع وراه خير في عمومه؟ أكيد أنه في حالات نادرة. أحيانا يعني أكثر الشعراء يقول لك أنا والله الشعر هذا أخذني وما استفدت منه ولا قدرت أركز في حياة ولا قدرت أكون الشاعر المستفيد. هل الشعر يبني مستقبل الشاعر؟ ولا بقول شغلة، وعلى حسب منظورك أنت للشعر. إذا أنت تنظر للشعر بس فقط للتكسب المادي زين والربح المادي راح تشوف نفسك أنك خسرت. لكن إذا أنت نظرتك ناضجة أكثر وشمولية أكثر، الشعر فادك. الشعر أنت إذا عندك ملكة الشعر وتكتب الشعر هو فادك نفسيا أقل ما فيه. اجتماعيا فادك. اجتماعيا فادك. نعم. مو شرط الفائدة تكون مالية، خلينا نتكلم بصراحة. الشعر يفيدك روحيا، قاعد يفيدك الشعر. بس هذا جحود. يكفي انه يفيدك روحيا ويسرقك من حياتك، من انك انت تأسس شيء لاولادك. ما شوف انا اقول لك شغله، انك تعطي جل اهتمامك للشعر زين، هذا ما هو عذر انك انت والله تهمل بابنائك ولا تهمل في بيتك ولا تهمل مواجيبك وتحط ان الشعر شماعه انك انت والله انا مشغول بالشعر كنت. لا صادق. ما هو حرب، هو اساس انك انت يشغلك هالكثر. بتكتب عندك اوقات فراغ تكتب فيها كثير، بالسياره بتكتب، كل مكان بتكتب، مرات نص الزحام وانت في مجلس تقدر تكتب. صادق. لا جت هي على فكره، يعني القصيده اللي جت خلاص ما حد يوقفها. السلام عليك ابو فهد. انا عن نفسي بريحك، انا عن نفسي استفدتي والله استفدت منها كثير. نعم. اما بنعمه ربك استاهل خير. طبعا اعتقد ان اول 10 سنين بيكون راحا وانت تتاسس لما بعد ال10 سنين، يعني كذلك انت انظر له باول 10 سنين ان استفدت مكان اجتماعيا بين ربعي وجماعتي. كنت لما ادخل الديوانيه والمجلس كانوا يقولون شاعرنا فيصل. اقل ما في هذه ترفع راسي، وكانت ترفع راس والدي، وكانت ترفع راس اخواني. لما اجلس وهذا استفدت. شلون ما استفدت منه؟ استفدت كانت وجاهه عند ربعي غير، تقديمي عند ربعي غير. فاهم شلون؟ من بدايات الكتابه يعني. واستفدت تالي بعدين لما تقول ربح المادي من المادي، هذا صبرت الله يبي يرزقك والله، حتى لو ما انت بشاعر
يمكن لو تقول لك كلمة طيبة بس كلمة طيبة الله بيرزقك. فاهم شلون؟ فالرزق ما هو على الشعر وما الشعر، الأرزاق هذه شيء ثاني. الله أقول اللي ما هو مقسوم ما هو مقسوم، اللي ما هو مقسوم ما هو مقسوم، والرزق بيد الله والأنعام بيده، بمطلب الوالي وناجيه كل يوم يغنيك عن منة عطايا عبيده. ويا قوم لو انك تهقويت يا قوم وشبحك سماوي للنجوم البعيدة، الله ما سم شيء ما دخل حيز السوم، وكأنك خطأ غيرك النفسك تعيده. الله لو تجتهد وتقوم وتطيح وتقوم ولك نفس ما ترضى ودايم عنيده، الله وتهذل هذال الذيب وتغوص وتعوم، ما صدت غير اللي انكتب لك تصيده. الله ترى البشر ما بين معطى ومحروم، ناس بخير وغيرهم على الحديده. وترى الغنى بالستر والعافية دوم، واكبر حضيض اللي صلاته رصيده. الله الرزق مو بشرط انه يكون فلوس، الصديق الطيب رزق، الولد الصالح رزق، الاخ رزق، الاخت رزق، الام رزق، محبة الناس رزق. فالرزق ترى يتنوع على شغلات، عافيتك رزق، صحتك رزق، صفة بالك رزق، محبة الناس، نومتك العميقة. إذا أنت تنام نومة عميقة غيرك ما يعرف ينام نومة عميقة. صح. أنا أقول محبة الناس مثل الغيث والأرزاق، بدين منه يعز المرء ويذله. الله. ما هي بسلعة بسوق النقد ولا وراق، من حب الله يحبون عباد الله. الله من حبه الله. فالرزق على كذا شكل يجيك. فالناس سبحان الله عندنا الرزق الكاش، فقد الرزق انه يكون عنده كاش. فاهم شلون؟ مو كل الدنيا كاش ولا كل الرزق كاش. يا سلام. ابو فهد لك بيت يقول حاول تكون اللي تبي دايم تكون. بالك تصير انسان تشبه لغيرك، لو 40 كملوا نصف مليون. الله. يقول عط عمرك الراحة وريح ضميرك. سلام. لا يهمك اللي فيه تعثرك يسعون، حقك أبد ما يأخذ شخص غيرك، كان انكتب لك حق والله يبطون. الله. ولا يختلف مشيك وتابع مسيرك، خل حاسدك يسر من أخطاك مغبون، وان صار حزنك بالحنايا خشيرك، اجحده وتوكل على الله ويهون، وحدك تحدد وشو تالي مصيرك، حاول تكون اللي تبي دايم تكون. بالك تصير إنسان تشبه لغيرك، لو 40 كملوا نصف مليون. الله. أنا هذا ذكرني سؤال بخصوص فيصل أنت فعلا ترى مختلف، ما أعرف إذا كان مقصود هذا الشيء أو لا. دائما لاحظ أنا متبع للشعر وأعرف المدرسة الكويتية اتجهوا الشباب كثير، تقدر تصنفهم أنه في شباب متجه بمدرسة معينة، وشباب تلقى عندهم المدرسة الكلاسيكية اللي تعتمد على عنصر الإدهاش، دائما قصائدهم تعتمد على فلاشات أكثر من قصيدة كاملة، وتلقى الآخرين اللي يعتمدون. تعرف اختلفت مدارس الشعر في الكويت، لكني شخصيا أشوفها تتشابه. يعني ممكن أطلع لك 10 شعراء يشبهون بعضهم و10 يشبهون بعضهم آخرين. فيصل لا، فيصل لك شخصيتك الخاصة، اختلفت دائما. قصيدتك أحس أنها أقرب للمفردة البيضاء اللي وحققت انتشار أكثر. هذا اختلاف مقصود ولا جاي معك كذا بدون دراسة؟ أن أتعمد أني أكتب بهذا النهج عشان أوصل، لكنك مختلف إلى حد كبير عن باقي المدارس الشعر الكويتية. خلنا أقول لك شغله، إذا جينا للساحة الكويتية خلينا نجزء قبل لا أجي أنا والله خايف أتكلم الكلام هذا وأنت تعتقد أني أنا يعني مثلا حاب الساحة الكويتية، أو أني لا، الساحة مدهش. الساحة الكويتية إدهاشة يكمن في شغلة واحدة. الشاعر الكويتي أعتقد أنه يختلف عن إخوانه والنظراء في الخليج كلهم لشغلة واحدة. أول شيء الشاعر الكويتي خليط اللي عايش فيه بالكويت جدا يساعد الشاعر الكويتي على خيال خصب وعلى ثقافات متعددة. يعني إذا جيت أنت مثال الحين في الديوانية في الكويت، المجلس بالكويت، راح تلقى من كل أصل، تلقى شمر وعنزي وعتيبي وعجمي ومدري شنو، من الجنوب ومن الشرق ومن كذا، مجلس واحد جالسين. الثقافات هذه لما تجلسوا ويا بعض كلهم وتناولون الحديث وتناولون مفرداتهم سواء المحلية أو الشخصية أو الخاصة لقبلياتهم أو كذا، هذا تكون نوع من تركيبة الشعر الكويتي، إضافة إلى قرب الشعر الكويتي من العراق. زين. كذلك الشعر الكويتي تأثر في الشعر العراقي نوعا ما. فاهم شلون؟ فهذا كله سبب تركيبة الشعر الكويتي يعني اللي تختلف عن باقي الشعراء بالخليج. تجي الحين الشعر السعودي تلقى مثلا أجزل، الشعر السعودي مثلا تلقى أجزل. أنا عندي الشعر السعودي أجزل والشعر الكويتي أندر بالفكرة. أدهش. يا سلام عليك. في عنده إدهاش الشعر الكويتي، وهناك في السعودية تلقى عندهم الجزال. صحيح. بعض يعني
انا هذه نظرتي انا، طبعا قابله للتأييد وقابله للرفض، يعني على اساس الاخوان يسمعون ويقول لا. فانا كفيصل عندي تجربتي الشخصيه، ولما اكتب احطها بين قوسين، انا ما اسعى ارضي احد، يعني ارضي نفسي كشعر. نعم. لانه برضي احد مثلا بالقصيده هذا، لا بحاول اكتب مثل فلان ولا بحاول اكتب مثل فلان، انا لا راح اكتب مثل فلان ولا راح اكتب نفسي، فانا لا رضيت فلان ولا رضيت نفسي ولا رضيت المتلقي، فانا اكتب نفسي واطرح التجربه هذه، فاهم شلون؟ او هذه القصيده تلقى لها رواج. شوف، قبل احنا نسمع كلام من شيبان او شيء، نسمع كلام مثل كلمه اللي يقول والله من القلب القلب. نعم. انت تكتب شيء صادق راح يوصل. يعني ما اخترت تكتب بالمفرد البيضاء مثلا؟ هذا نكتب انا لهجتي العاديه، واقرب ما لها اللهجه البيضاء يعني. تعمدنا نوعا ما نسهل المفردة، فاهم شلون؟ لأن بعد السوشيال ميديا اوكي، وصار في الانترنت والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، احنا انفتحنا حق العالم العربي. نعم. من سوريا، من لبنان، من الأردن، من غرب العالم اللي هو دول المغرب. صحيح. مصر يسمعونا، كردستان يسمعونا، في كل مكان قاعد يسمعون. الحمد لله الوطن العربي كان صار أجمع يقدر يسمعك. نعم. فلي جمهور تبارك الله واجهتهم من المغرب، من الدول هذه، فيسألك بعض المرات عن بعض المفردات الخاصة فينا احنا كقبيلة، ولا خاصة احنا كدول خليج، فيقولك احنا مو فاهمين هذه. فأنا صرت لا إراديا ولا مو متعمد قلت أسهل. يعني صار عندي مثلا مفردة مثلا يعني خاصة فينا محليا، ومفردة عادية يفهمونها العرب كلهم، لا صرت أقدم المفردة اللي يفهمونها العرب كلهم على الكلمة المحلية هذه. نعم. عشان تلقى لها يعني استحسان الناس حتى اللي برا. السلام. ألاحظ وأنت تسولف فهد أنك جدا دائما حريص على أنك ما تجرح. أبو فهد متى تجامل أنك تقبل المجاملة، ومتى ما تجامل حتى لو خسرت؟ يعني أحيانا ما هي مساحة المجاملة المقبولة اللي ممكن أبو فهد يترضاها، ومتى والله أنا ما جامل حتى لو خسرت؟ بعلمك شغلة، أنا ممكن أتجامل أوكي، بس المجاملة تجي على الشخص اللي قدامي، هل هو يستحق إني أنا أجامل ولا ما يستحق؟ على قولتهم لما أقول بعض المرات تمشي بشيء أنت ما ودك فيه، لكن اللي قدامك يعني من كثر غلاه ومن كثر حشمة هذا الرجل ما تقدر تقول لا، ولا تقدر تقول يعني ولا تقدر حتى يعني انك انت تجاد له كثير، فاهم شلون؟ فاعطي الشيء من قلبي واعطيه طيب نيه واعطيه لان ادري انه يستحق، فاهم شلون؟ ومتى اقول لا والله العظيم اذا ادري هذا الشخص ما اقربه اصلا. يعني الله بالخير، صداقاتي الكبيره اللي كانت عندي الحين اللي قبل اول بدايات حياتي اختلفت اكيد. بدأت تضيق الدائرة وبدأت أصفي وبدأت أحط مشخال وبدأت يعني أنتقي حيل. نعم. لأن بعض الناس إذا أنت تعب وياه والله تعبت ولا ما تعبت نفس الشيء ترى، فاهم شلون؟ ما درى عنك. فعلى قولتهم يقول لا تستحي من واحد ما استحى منك، بعض الحياة ما له مع الناس قيمة. ما كنت لا غالي ولا هو درى عنك، وعنده حياة وجهك النفس غنيمة. الله. أما مع اللي يحمل الحمل والضنك راعي الفعول الطيبة والعديمة، زهمه فازع قبل يصل ويزبنك، وهو في بعهده والوفاقيل شيمه، لو كان مده ما تحنك بالعنك، يكفيك طيبه والنوايا السليمة. الله. وادعي عسى ربي عن الظلم يا منك، لا من فجر حقد الخصيمة بخصيمة، ولا تستحي من واحد ما استحى منك، بعض الحياة ما لها مع الناس قيمة. الله. المجاملات موجودة في حياتي، ليش مو موجودة؟ موجودة، ولكن صارت على مستوى ضيق جدا وعلى قدر بسيط جدا. يا سلام. فاهم شلون؟ فلذلك تحصلنا حد الحين ما تلقاني في المحافل كثير اشتبه الناس او اروح واحضرها. خلاص انا عارف مقدرتي في المجامله، انا يعني خلاص يعني فاهم شلون؟ فتلقاني نادر الظهور في محافل الا اذا دعيت ومشارك وكذا، لا احضر وهذا ويشرفني، فاهم شلون؟ اما اني اجي كذا يعني هذا قليل. مثلا ابو فهد، انا مشيت معك مرة في معرض الكتاب. نعم.
مدري كان معرض الكتابة أو مهرجان ثاني قبل فترة. لا معرض كتابة. وتفاجأت من كم من محبة الناس والشهرة اللي كل شوي كل مترين واحد يوقفه. كل واحد زي هذا من ذوق. يعني أول شيء هذا من ذوقهم هم وذوقك. لا أبدا. أول شيء محبة الناس والتعامل مع الشهرة. يعني هل كيف تقدر؟ أنا حسيت إنه أنا لو مكانك ذاك اليوم كان تضخمت. يعني ما شاء الله كل مترين يوقفوك وناس يعرفوك وبرضو الدعوات اللي كانت تجيك من كبار الشخصيات، يعني من أسماء لها احترامها وتقديرها سواء في فعاليات ومهرجانات. متى النقلة النوعية اللي حسيت أنها تحققت الشهرة في أي مرحلة من المراحل، وبنفس الوقت وش تعني لك هذا الشهرة وكيف التعامل معها؟ أول شيء حققت الشهرة كانت بعد أمسيتي ويا شاعر كبير رحمة الله عليه سعد بن جدلان. كانت في أمسية حي رحمة الله عليه. هنا تسليط الضوء على فيصل العدواني صار. كانت نقلة نوعية تعتبر. كانت نقلة نوعية جدا، كان نقلة نوعية، وكان صاحب الفضل فيها بعد رب العالمين سعد بن جدلان. السلام. لأنه سمح إني أقعد جنبه. أيام أنا شاعر صغير سعد علم، كان يقدر يرفض يقول له منو هذا صغير لما ما أبي أشارك وياه. سعد بن جدلان أعطاني درس ذاك اليوم لا زلت أسويه. حققت اسمه نجومية كبيرة ودنيا، وهذا والله العظيم يعني يجينا مرات يجينا أمسيات وفيها شاعر صغير ويستغربون الناس يقولون شلون قبلته فيصل؟ قلت له أنا يوم في أيام كنت صغير قبلني سعد بن جدلان. الله. أنا به اسمح لي وقاعد أذكره بالخير للحين. أنت كنت متوفى الرجل. نعم. فأنا أبي هذا الرجل يذكر. السلام. أنا أقول فيصل عدوان اسمح لي. يوم من الأيام مواقف للضحك، في شاعر ولد قالوا بيشارك معاك في أمسية. قلت منه؟ قالوا فلان الفلاني. ولا الشعر طيب حلو قديم السالفة شوي، فسمحت له. لما جينا شاركنا من الأمسية قدموني جماعة في الأمسية، وجلس الولد هذا جنبي. بدينا الأمسية، رحب في الناس ورحب فيه زين. قلت يا مرحبا وأنا سعيد اليوم بتواجد فلان وكذا وكذا. أول شيء الولد ترحابه فيني ما كان ترحاب طيب. استغربت، هو داخل الحرب مسكين ما أدري تركيبة مخه ما أدري وش يجيب من العالم. وبعدين نص الأمسية قال قصيدة مشني الشاعر المشني المحترف مشني، يقول اقعد على الدكة. كلام علي، فاهم شلون؟ جهز عمره الكلام كان علي، وأنا اللي سامح لك، أنا معطيك فرصة، فاهم شلون؟ وأنا بصراحة يعني هو قاعد يقول استغربت يعني ليش تسوي ليه؟ مش بيني وبينك أول شيء، وشغلة ثانية اللي سامح لك يعني ترى تشكرني يعني. سبحان الله. ويقول القصيدة هذه سود، أنا عندي قصيدة قديمة اللي يقول كلمتك عدت بكيفي لا تحسب انها شطارة. الله والله اني ما نويت اجازي السيئة ولا نويت اكسى عليك وانت ما عندك جسارة، وش لك تكثر حطبها دام مالك مقدرية. الله من عرفت العلم واسمع ارخب الهرجة دمارة، وانت ثبت المقولة 100 في عرض 100. ليه تكلي ما تكلم واحتفظ بقصى قراره، ولا فتشت علوم كاللي عرضت كلمة ما هي شبت نارها والنار مبداها شرارة، وانت مثل اللي تهبت جوفها والنار حية. عندنا للخبل منها ميسم ينطق حرارة، نلحق بعلباكية ولا صرخ زدنا بكية، انفرح انصحه نفرح بشوفه، ومن غدا ما هي خسارة، ما هو بغلط روش جدي وروحت من غير جية. بس أنا عندي نصيحة خذها من باب الإعارة، لا تعزوه دام مالك لا شداد ولو مطية. جيت يمي بالقشرة وبلاك ربي بالقشارة، ولنا مرضى الإهانة لا عليك ولا علي. حاش من نفسي وحش من لي حشمني في وقاره، واحد لجاك فازع يسعد منه خوية، واحد حافظ مقامه ولا التفت في بنجاره، والنصيته بالحذية قال تبشر بالعطية، ذاك لو تعطي يمينه ما درت عنها يساره. أجوديه ما يجالس كود ناس أجودية، كل رجل له ميول وكل نجم له مداره، وكل المشي يقول له جفيرة من عصور الجاهلية. والرجال أشكال وادري عرفهم مثل التجارة، بعضهم يغنيك عرفه وبعضهم لا رحم حية، والزمن نفس الزمان ولا تغير في مساره، الأوادم يتغير طبعها صبح وعشية. بس أنا باخر كلامي بختم بهذه العبارة، الأصابع في يدينا لا حشا ما يسويها. الجمهور يضحكون ويقولون يكون حق ذاك عندنا على راسك. بعد ما قلت القصيدة هذه تشكرت من الجمهور على طول، قلت شكرا لكم وأنا أكتفي لهذا الوقت وقمت واعتذرت. حقك قمت. هم الجمهور ما يحسوا إنه نوشان، البعض حسوا هذا، لكن الناس ما هي كلها نوايا نبيها وانت صحيح. فاهم شلون؟ وانت تمشي على نيتك، امشي على طيبة فالك.
نعم. إيه. وبالعكس سعد بن جدلان يوم أعطاك الفرصة نعم. كنت صغير السن، ما أنسى الله رحمة الله عليه، لكنك كنت كبير الشعر من يومك، من بداياتك. والله يا أبو الله يجزاك. احنا سالفة جير سالفة. إيه. على سالفة الشاعر خوينا وكذا، هل تشوف أنا اللي بيت شعر يقول من كثر ما سمعت الشباب يكتبون عن المراجل والدنيا، يقول تلقى رجل أكثر سواليفه عن المرجلة وما يعرف من المرجلة إلا سواليفه. أنت مع أن الشعر يهذب؟ نعم. ولا أكثر كلامه نعم. مدحون في ذاته؟ لا أنا مع الشعر إنه يهذب. أنا بقول شغلة، كثر الادعاء الإنسان في أي شيء راح يصبحه يوم من الأيام، راح تصبح تدعي الشجاعة وتدعي النبل وتدعي الكرم وتدعي راح تصبح أنت كثر ما ادعيت. لا، راح تصبح. يعني خلنا نقول يا مجتمع الشعراء، أنا أقول دائما أن مجتمع الشعراء إحنا مجتمع عكس المجتمع الفني. أنا دخلت بالمجتمع الفني وأعرفهم عدل، يعني أصحابنا وهذا، تلقى هذا يطعن بهذا وهذا يأكل هذا وهذا يبدي هذا، حتى الرياضي فاهم شلون؟ إلا الشعراء حتى هو غايب الشاعر الثاني تقول كيف الحال، يقول والله طيب صادق. حتى لو عنده ملاحظات تقول شلون، يقول ليش؟ لو يدري معيبه انك انت تسبه ولا تغتابه، معيب عليك كرجل زين انك تغتاب الشاعر الفلاني هو موجود، نقصان فيك انت. نعم، هو يدري انه هو لو يتكلم عن الشاعر الثاني نقصان فيك انت، ولو يتردى ويا الشاعر الفلاني نقصان فيه، ولو ما يكرم نقصان فيك انت، تدعي الكرم وتدعي كذا. فانت كثر الادعاء هذا. انا اقول لك من 10 شعراء أنا أقول يمكن 2 عاديين، لكن ال8 راح يلتزمون. تطبعوا بطبع المتنبي، يعني شو اللي قتله؟ ما قتله بيت الدعاء لما يجي يهرب ويدري أنه قتله قدامه وقال أبرجع، قال الغلام أنت اللي قلتها السيف والبيداء، وقف مسكين قال قتلتني يا غلام وراح وجابها حياته ويدري أنه مقتله قدام. الشاعر عنده نرجسية نوعا ما، عنده كبرياء داخلي، فاهم شلون؟ لذلك ما يصير صراع بينه وبين نفسه. هل أنا أتردى وأنا اللي قال كذا؟ أنا اللي قلت أنا كريم، أنا الصادق، هل اليوم أصير مو صادق؟ هل أنا اللي قلت أنا شجاع أصير جبان؟ فيصير الحرب الداخلية هذا مع الشاعر. فلذلك تلقى الشاعر شخصيته زينة، الله ما تشوف شعره. الحين أغلب الفرسان العرب كانوا شعراء قدامى. نعم، كان يكون فارس وشاعر، كانها باكج جاية. ليه؟ نعم. لأنه هو شاعر بالأساس وادعى الفروسية وادعى ويصبح فروسية. بقول شيء أعلمك شيء، والله العظيم هذا سر، يعني بعلمك. أقسم بالله العظيم والذي نفسي بيده ما في شيء بالدنيا تمنيته ما حصل. الله اللهم لك الحمد والشكر. أنا كفيصل والله ما تمنيت شيء في الدنيا إلا حصل. تسألني شو أقول؟ ما أدري، أدعيه وأؤمن فيه ويجيني. يجي تحت يعني طق باب بيتي يقولك تفضل. يا سلام، هذا الشيء أنت تمنيتني أنا موجود. استاهل خير. فأنا أقول لك إياها، أنت لما تكون يعني صادق مع نفسك في كل حاجة، في كل أمورك، مع ربك صادق، مع نفسك صادق، مع الناس صادق، مع مؤمن في نفسك أنك أنت إنسان كويس، فاهم شلون؟ ما في قوة ولا جبروت في الدنيا إلا والله اللي يصير، لازم يصير صادق. فأنا أقول كذا، يعني هذا الإنسان عادي وهو شاعر دعا الفروسية دعا الله خلاه فارس يمسك سيف ويجابه ناس ولا يخاف. نعم. إذن كثرة الادعاء يجعل منك إنسان جيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيك من فاك، من حلتك. شنو تقول أنت؟ يعني خلنا أقول لك، يعني لما أنا أجيكم مثلا أقول لك أنت اليوم شلونك، لا تقول والله الحالة ما أدري شنو، لا تشكي بالزيد. ترى الموضوع أنت لما أقول لك شلونك أقول الأمور طيبة فعل بالخير يجي فيها هذا، لكن بتزين لازم ردفها بشيء إنه وش بيصير إيجابي. والله هذا اللي شغلة الفلانية واقفة عندي وعيت تشتغل، لكن تمشي لازم تقول كلمة تمشي الله وياها فيك من فاك. أمر واضح جدا. كلامك هذا يذكرني بقصيدة ابتسم. شو تقول؟ يقول تبسم إيه تبسم لا توري ضيقتك لأعداك، ولو كان الحزن يملأ شرايينك. الله. تفرعن وارفع الهامة ومد أخطاك، شموخك ما يغيظ إلا معادينك. الله. ولا تندم على اللي مدته يمناك، إذا عنت البشر لك ربي يعينك. تفاءل والتفاؤل حاجة الإدراك، إذا الحون القدر ما هي تلاحينك. زمانك لو يحدك لا تجيب أقصاك، وخروح الرضا من صلب تكوينك. ترى بعض البشر تفرح على بلواك، ولو في يدها تحرق بساتينك. الله. حسودك لو قريبك
ما هو بيرفاك، نكر نبت الوفا من غرس كفينك، الله. يضيق بالفضل مجد وطريقك يلف كذبته ويحاول يدينك. أشهد. غناك الله والمخمل عساه فداك، ولا بحاجة تغلي براكينك. وعلى شرواك لو تتعب على شرواك أبد ما ضاع لك جهد بميادينك. وترى فرق البشر ما بين ذاك وذاك، خليلك من مشى دايم على دينك. الله. وإذا ربي كشف لك كل ما يخفاك، قليل اللي بقى ما طاح من عينك. الله، صح الله لسانك. جميل جميل مدهش. أبو فهد، قبل فترة دخلت أنا أتصفح في تويتر وأشوف أبو فهد كاتب أنا كل ما غبت عن تويتر أرجع ألقاه أكثر شر، أو ألقى الشر زايد أو شيء ما أعرف. شوف جماعة تويتر جماعة جدل، يعشقون الجدل، يتجادلون، يحبون الجدال بأي شيء، بأتفه المواضيع وأسمى المواضيع، كلهم لازم يتجادلون والله. يعني ولما تدخل تويتر تشعر بأن يعني حرب بين الناس، إن النفوس مو زينة، تحس نفوس الناس مو زينة. سبحان الله، هذا يجادل وهذا يسب وهذا يلعن وهذا يغتاب وهذا يظلم. فاهم شلون؟ فلما أغيب عن تويتر وارجع وأقرأ يا أخي يجيني اكتئاب. صحيح، يجيني سبحان الله اكتئاب يعني داخليا. أقول أعوذ بالله شو البرنامج العجيب، كله هجوم وإحباط. والله حتى الناجح هو ناجح لو نزل نفسه كتجربة في تويتر راح يسقط، راح ينكسر، لأن الطاقة السلبية الموجودة في تويتر مش موجودة في أي مكان ثاني، ولا بأي يعني بأي السوشيال ميديا ثانية موجود مثل تويتر. فأقول يا أخوي ما أدري علام الناس من تالي، يا أخوي ما أدري علام الناس من تالي، ما فيهم اللي تحسه صافي النية، ما أدري بلانا الرفيق وطعنة الغالي، لين صرنا نعرف الخلق مولية. الله، صرنا نتوقع بعيد ونحذر موالي، ومن يرهب الحبل جرب لدغة الحية. الله يرحم مدى الحقوات وامالي، وظن الليالي جميلة وسمحة محية، لو كان رات عليك بحلوة الحالي، لابد يوم تجازي حسنتك سيئة. يكثر الأرقام إلى ناظر جوالي، ولحلك الوقت صفالي منهم شوية، حتى شوية بعضهم ما هم في بالي، جود 3 وطوف بعدها 100. الله، صح الله لسانك. يعني متقلبة كذا وكذا. جميل وثري ما شاء الله، كل شيء عندك استدلال شعري، وهذا أضاف كثير للحلقة والله يا أبو فهد. بننتقل لجزئية مهمة من حياة أبو فهد، اللي هي الإعلام صار يشكل شيء مهم من سي في أبو فهد، ولكن راح أربطه بسؤال المجاملة اللي قبل شوية. أبو فهد وش خدمه أكثر بداية في المراحل الأولى، قطوف ولا المختلف؟ لا هذا المختلف ما كنت يعني ناصر سبيع. وشو أقول لك شغلة، ناصر سبيع ونايف رشيدي يعني، وناصر بالذات اشتغل صديق وأنا وياه على تواصل دائم. ناصر ونايف كان لهم رؤية معينة وما كان على توافق لا أنا ولا هم، ولا يعني آخر أيام قبل يعني ينتقل الإعلام التقليدي اللي هو المجلات والأمسيات والدنيا إلى إلى السوشيال ميديا. آخر أيام صارت علاقتي ويا المختلف يعني جميلة نوعا ما، فلذلك أنا ما أحسب على شعار المختلف. يعني أنت نقول أنا كنت في فواصل رحمة الله عليه الشاعر طلال رشيد الأمير رحمة الله عليه. نعم، أنا كنت في فواصل، كنت أنشر في فواصل، ما كنت أنشر المختلف. تبناني طلال رشيد الله يرحمه. فواصل لقطوف؟ لا فواصل ثم قطوف بعد ما توفى طلال رشيد. كنت شوف يعني حتى لدرجة أن في بعض الشعراء أو بعض الناس يعتقدون أني أنا شاعر سعودي، ما كانوا يتوقعون أني شاعر كويتي. ليش؟ لأن كنت أنشر في فواصل، وكان ينشر فهد المساعد أيامها اللي كان نجوم فهد المساعد وفيصل اليامي وفيصل بن طوالة وكم اسم طبعا من الأسامي هذا كانوا شعراء فواصل، وأنا كنت من ضمنهم يعني، كنت أنشر وياهم في فواصل. فلذلك الناس يعتقدون أني أنا شاعر سعودي يعني. بعدين توفى طلال رشيد، أخذت مجلة فواصل منحى آخر عن الشعر، فصارت فنية أكثر. طلال تعرف بحكم أنه كان شاعر الله يرحمه، فطلال كان شاعر وبعدين توفى رحمة الله عليه. بعد ما غدر في الجزائر صار طال عمرك المجلة أخذت منحى آخر عن الشعر، فصارت ظهرت مجلة قطوف، واللي كان رئيسها طبعا رئيس تحريرها هو حمود جلوي، وجه له تحية. هذا الصديق الوفي صاحب المعدن الأصيل يستاهل. فكنت أنشر أنا وحمود في مجلة قطوف، وأخذت حيز نوعا ما مجلة قطوف،
فاهم شلون؟ بعدين تعدلت العلاقه تالي مع المختلف على اواخر المختلف، مو مختلف، اواخر المختلف والقطوف والفواصل، انتهت المجلات. حقبه المجلات انت. نعم انتهت. بعد حقبه المجلات جت حقبه السوشيال ميديا، وكان لك نصيب الاسد من خلال انستغرام. بصراحه انستغرام، وكان لك في فتره فلاشات قصيره ابو بيتين 3 4 كانت تضرب عندك. اي نعم. نعم. الان احنا في اوج الحاله الاعلاميه. احترفت الإعلام وقاعد تقدم برامج مهمة جدا، ومن ضمنها أظني على الموسم الثاني في شاعر مليون لك. نعم. شو غير فيك الإعلام وكيف تشوف تجربتك فيه؟ شوف بقول شغلة، بعضهم مثلا يقول مثلا مع الإعلامي فيصل عدواني. أنا ما مش إعلام، أنا أقدم كلمة الشاعر الإعلامي، حطها بين قوسين. طبعا الشاعر والإعلامي نعم. لا، حط مثلا الشاعر الإعلامي كيفك، لكن لا تنسى الشاعر. لا تقول لي أقبل كلمة الشاعر فيصل عدواني بس ما أقبل كلمة فيصل الإعلامي فيصل عدواني. بس ما تعتقد أن الشاعر أقبل الإعلامي الشاعر فيصل عدواني. شفت الشاعر لازم يكون موجود أبي، بس الشاعر أنا تعبت عليها، هذا حبيبي، هذا صديقي، فاهم شلون؟ ناس ما قلت أنا أوقره، هذا كان أنا شخص موجود وياي عايش وياي، أنا أوقره. مجرد أن يلغونه شوي الضايق. يعني بعض المرات يقدمون يقول معاك الإعلامي فيصل عدواني، أنا ما أنا إعلامي، أنا الشاعر فيصل عدواني. فاهم شلون؟ لكن الشاعر إعلامي بالسليقة بالفطرة، لأن يعني هو سلعة الكلمة في النهاية. أبو أصيل هو التطور الحقيقي للشعر أو الشاعر زين، أو اللي حصل كلنا مع الشعراء. أنا مش أول واحد كنت شاعر يوم من الأيام بعدين توجه للإعلام. نعم. سبقني محمد بن شلاح، سبقني شعراء كبار، محمد بن شلاح أكثر الشعراء أخذوا، سبقني حمد العزب، سبقني سعود الفهد، سبقني أسماء عظيمة. أكثر الشعراء أخذوا وأجمل من يحاور الشاعر طبعا. يعني أنا أتصور لو أنت ما أنت بشاعر ما راح يطلع لقاءنا مثلا بهالتناغم هذا. خلينا نتكلم صراحة، راح يطلع اللقاء جميل، ولكن ما راح يكون متناغمين مثل ما الحين أنا وياك أبو أصيل. أنت فاهم الشعراء وتعرف الشعراء، أنت شاعر، فاهم شلون؟ عاشرتهم وعارف نفسية الشاعر شلون صايرة، وعارف الأبيات اللي، أو عارف تنقلات الشاعر من مكان إلى مكان شنو تشكل له ومدى أهميته عنده. فلذلك أنا أشوف أن الشيء الطبيعي والشيء الصحي اللي أنا قاعد أسويه الحين، إنه أنا قاعد بشاعر مليون قاعد أقدم نعم هذا مكان الصحيح أصلاً، فاهم شلون؟ أو إني أقدم بودكاست مثل ما تقدم أنت شعر. أي برنامج شعري ما راح أسوي، ما راح أتقابل يوم من الأيام رياضي، ما أقدر أصلاً، ما أعرف أقابل. أنت اعتليت مسرح شاطئ الراحة قلت تجربة جميلة مرة كضيف، كنت قبل كم سنة كنت كضيف شاعر، ضيف شرف، وكإعلامي. الفرق بين ظهورك كشاعر وكإعلامي في مسرح شاطئ الراحة؟ فرق لما كنت كضيف، كنت ضيف، هذا واضح الموضوع، كنت ضيف. لكن فرق الحين أنا لما أنا أستقبل الضيف، رهبة الإطلالة اختلفت بين الشاعر والإعلامي. والله بقولك شغلة، والله يا رهبة الإعلامي إنها عندي أكبر من رهبة الشاعر. صحيح. رهبة الشاعر أنا متمكن منها، أنا أعرف الأمسيات وطول عمري أنا بالأمسيات وطول عمري أنا أكتب وأقابل الجمهور. لكن رهبتي كمذيع، ما شلون أمسك أنا الدفة وأقود اللقاء، وين عندي لها رهبة أكبر. قل ليه؟ لأن شيء جديد علي، فاهم شلون؟ أما الشيء اللي أنت معتاده. أنت الحين تقول لي مثلا نروح وياك أمسية خلي يحضرها، ما شاء الله أنا حضر الأمسيات بالآلاف، فعادي عندي يكون يقدم له مقدم وجي طاع سلعتي وأنا واثق منها وأنا متمكن منها الشيء نعم. هذا. لكن كتقديم لا، يعني فيها رهبة نوعا ما عندي. يا سلام. أنت الحين لو بجيك الحين على الصعيد الشخصي، أو أول حلقة في البودكاست، هل كان مثل حلقتنا اليوم؟ لا طبعا ما فيه، لازم. بس حتى الوقوف على شاطئ الراحة ترى له رهبة خاص. شاعر مليون بالذات. مسرح شاطئ الراحة له رهبة خاصة، له رهبة جدا كبيرة. يعني. أول شيء تكون على الهواء مباشرة، وتكون أمام جمهور، وتكون يعني كلها مدروسة، وما شاء الله يعني يشوفونه الناس كلهم، واللي أمامك كلهم أكاديميين ونقاد ودقيقين ملاحظات ومتكلمين، وتحس إنه مهما كنت بليغ وكذا اللي أمامي أهل فصاحة. اللي يحبك واللي ما يحبك يا حبيبي. لمن تعتذر يا أبو فهد؟ عندي سلسلة طويلة سؤال. لا والله ما أقدر أجاوب السؤال. ما تقدر تجاوب يعني لأي شخص أنا خذلته بدون قصد، يشهد الله إذا أنا خذلت الشخص، والله ما أتذكر يوم من الأيام تعمدت أخذل، إني عمت أو أكون على دراية، ما أذكر، وعساني ما أذكر إن شاء الله، عساني ما أعملها. لكن هل اللي حصل إن في يوم من الأيام حتوقع مني شيء أكبر
وما صار انا اعتذر منه، واتمنى اذا يسمع لقاء يقول ترى كنت سويت كذا وانا كنت ابي كذا، او اني انا يعني هذا اعتذر، هذا الشخص اعتذر. انا واثق ان عمرك ما خذلت حد، اعرف معدنك الطيب، لكن هل في حد خذلك وتعاتبه بابيات؟ يعني شوف احنا بشر، يعني اكيد نمر بكل شيء، كل شيء بالدنيا مرينا، بالفقد مرينا، بالفرح مرينا، بالعوز، بالحاجه مرينا بكل شيء، كل مراحل الدنيا. وش اكثر اللي ذكرته ان يوجع، الفقد ولا الحزن ولا الحاجه؟ والله كلهم موجعين، والله كلهم موجعين. الفقد يوجع والحزن كذلك، هو اللي يشكل لك الحزن والعوز. هي مو حلو، مو حلو. مرتنا ايام، ما قص عليك، مو كل ايام عندنا رايحين، اللهم لك الحمد، يعني عديناها. لازم تصير انت يعني دائما قوي، خصوصا انك انت تربى اسره، وهذا لازم تكون انت قوي غصبا عليك، لازم تكون قوي، ما هو خيار، فرض لازم تكون قوي. الاولاد دافعوا قوه للانسان ولا؟ ذكرت اخونا شو اسمه، هم اللي يخلوك لو تطيح، لو تطيح ترد تقوم. اقول انطحت قوم، ولا يهم، حاول بعدها وابتدي. طيحتك درس لقومتك، تدفع ثمنها بالمطيح. خل نظرتك دايم سما، وقلها النجم الجدي. لا تعبس بوجه الزمن، وجه الزمن ما هو قبيح. الله. إلا مع اللي ما يطيع ولا يشور ويهتدي، يزج حاله بالوزاء والكون من حوله فسيح. والله لو يركض دهر ثم يحبي، واللي يعدي درب مخالف وجهته، راعيه ما هو مستريح. الليل له نجم وقمر، واهل المساري ما تغدي، واللي يضيع يمته ينشد بها وجه فليح. اقضب وصاتي وافتهم، ما تقول اقضب وصاتي ابعدي، لا قلت لك وجه فليح، يعني على الرجل الصحيح. واغنم زمانك لاسفهل، ترى العمر ما هو مدي. الله. ما يقول واطرب على صوت المديح. طبعا والله انا مو مجهز القصايد على الله، بالعكس انت ما شاء الله دائما. فانت راح تطيح يوم من الايام، وراح تقوم، وراح تطيح، وراح تقوم، هذا امر طبيعي. والطيحه اللي ما تذبحك تقويك. يا سلام. هذا يحطها عدل. وبعض المطيح ترى زين، طبعا علمك من وانت يضيف لك من يمك، مع علمك منه ربعك يا ابن الحلال، يقويك. اي طيحه تقويك. علمك اصلا مشخال الدنيا، يشغل لك الدنيا عدل، تعرف منو اللي لازم تدعم معه واللي ما لازم تدعم معه. يبتع عيونك. كان واحد يوخر غشاوه عن عينك يقول شوف هذه الدنيا الحقيقيه. الرخاء ما تقدر تكتشف منه معادن الناس، بالرخاء ما تكتشف، لازم يكون في شده. يا سلام يا ابو فهد، طبعا الحديث معك لا يمل، الله يجزاك ومهما تكلمنا من الحين لين بكره لا انا ولا جمهورك ومحبينك حبيبي راح يمل من هذا المنطق الجميل والشعر الجميل والوجه البشوش. هو اللي عمرك ابو اسد، وانا تشرفت بحضورك اليوم يا حبيبي وكل الشكر. انا اللي اشكرك، وفرحان جدا ومتشرف جدا اني اكون على منصتك. يشهد الله، اضفت لي جدا يا حبيبي. وعلى اللقاء ان شاء الله نتلاقى بعدين ان شاء الله. يا مرحبا بك.